فضفضة مع زينب سعيد. النهاردة هنتكلم عن ما تأجلش حلمك. يعني ايه ما نأجلش حلمنا؟ يعني مش كل ما يبقى عندك حلم تأجله لسبب ما. يعني بالنسبة للسيدات، الست تقول ايه، انا نفسي ابقى مثلا اكمل تعليمي، اعمل دراسات عليا. لا، بعد ما اخلف اول طفل وادخله الحضانة، طب لما يدخل المدرسة، طب تلاقي نفسها وصلت للجامعة، ابنها وصل للجامعة وهي محلك سر، ما قدرتش تاخد الخطوة التانية وتحقق حلمها. وتيجي بقى بعد الولاد ما يتجوزوا ويبعدوا ويروحوا بيوتهم ويحققوا احلامهم، تلاقي نفسها انا مين؟ تبص لنفسها وتقول انا مين؟ انا فين؟ طبعا عارفين احنا بعد الولاد ما بتتجوز بيبقى ليهم حياتهم واستقلالهم، وهم بيبقوش عايزين يسيبوا حياتهم عشان حد، فتلاقي نفسها قاعدة لوحدها. نفس الكلام بالنسبة للراجل برضو اللي بيأجل مثلا. يعني ايه عاداتنا كده في المجتمع العربي او الشرقي عامة، ان ايه الجواز اهم حاجة. فانا مثلا عايزة اعمل مشروع معايا مبلغ معين، اقول ايه، لا اللي حواليا بيقولوا لي اتجوز، ده انا صاحبي اتجوز، ده انا اللي اصغر مني اتجوز، والدته نفسها تشوف ولاده ومش عارف، فيقول ايه، لا انا هأجل الحلم ده لحد ما اتجوز. وبعد ما يتجوز يلاقي نفسه عايز يخلف، بعد ما يخلف عايز يظبط حياة ولاده، فيلاقي الحلم بتاعه اندثر وما قدرش ان هو يحقق اي حاجة. زي ما قلنا برضو، فجأة يلاقي الولاد كبرت وكل واحد اهتم بحياته وهو ما حققش اي حاجة، وحاسس انه معاش الحياه، معاشهاش. اغلب الرجاله واللي هي ازمه منتصف العمر زي ما بيقولوا، او اغلب الناس بتيجي في منتصف عمرها كده بعد ولادها ما بيكبروا ويبداوا يشوفوا حياتهم، تقول لك انا مين؟ انا عملت ايه؟ فين انا؟ فين انا؟ فين حياتي؟ فين اهدافي؟ فين احلامي؟ انا ما حققتش اي حاجه، وتبدا الازمات. ما ينفعش ان انا اجل حلم انا نفسي فيه عشان ايا مكان الحاله اللي انا فيها. ما اجلش حلمي بالنسبه للسيدات علشان اتجوز وبعد بقى ما الحياه تمشي بيا وما كملتش مع زوجي ده وانفصلت، اجي، وده اغلب اللي بيحصل، اجي الاقي نفسي واقفه مش عارفه ابتدي من انهي خطوه، ابدا من انهي حته. طب احقق حلمي ازاي؟ احقق ذاتي ازاي؟ انا عايزه اكون ليا مصدر لنفسي، احب نفسي، اكون نفسي، اعمل نفسي. وفي ستات كتير جدا جدا بعد ما بتنفصل ما بتعرفش تحقق اي حاجة، لانها بتتوحل في انها تجيب قوت يومها، تدور على انها تصرف على نفسها ازاي، فبتضطر تشتغل اي شغل، تضطر تقبل اي وضع علشان مش هتعرف تحقق حلمها، لانها لازم تشتغل لو معاها اولاد تصرف عليهم. فليه نتخلى عن احلامنا؟ ليه من البداية ما نحطش لنفسنا بلان كده، خطة، ان احنا هنحقق 1 2 3 4، لما نحققهم هناخد خطوة تانية في حلم معين انا هحققه. هبقى مهندس، هبقى مهندسة، هعمل كارير، هعمل مشروع، هعمل اختراع لازم اكمله، هكتب، هطلع، هبقى انا الاول، هعمل انا. لازم الاول نحب نفسنا حب صحي قوي، اللي هو مش الانانيه. يعني انا ما بقولكمش خليكم انانيين، بس لازم احب نفسي عشان اقدر احب اللي حواليا، عشان اقدر اديهم. امتى هيحصل ده؟ لما اكون انا محققه ذاتي، محققه احلامي، حاسه ان انا ناجح، او حاسس ان انا ناجح، او حاسه ان انا ناجحه، مش ااجل نفسي عشان الاخرين. في الاخر هكره نفسي وهكره الاخرين مهما كان درجه حبي ليهم، حتى لو كان الاب والام، حتى لو كان الزوج، حتى لو كان الابن، حتى لو كانت الزوجه، حتى لو كانت الابنه. لما هيكون اللي قدامي ده هو سبب في توقفي وان انا اقف قدام نفسي واقول انا مين، عملت ايه اللي انا وصلت له، انا مفيش حاجة، انا ولا حاجة، كل الناس حواليا بقت، وانا اللي اتنزلت عن احلامي وطموحاتي عشان اللي حواليا، اكيد لازم هكرههم، لازم هحس ان هم السبب، وابقى مشايلهم ذنب ان انا ما عملتش، مش هحبهم بالقدر الكافي اللي انا اتنزلت عن احلامي عشانهم. وفي الاخر هتلاقي الدنيا وقعت وما بقاش فيه الحاجة اللي انت ضحيت عشانها. فلازم اولوياتي هي انا، اولوياتي هي احلامي، اولوياتي ان انا احقق حاجة، احقق طموحي. يبقى ما نأجلش احلامنا. لا تؤجل حلمك لأي سبب كان ولا اي وضع كان. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.